جربت اسأل الذكاء الاصطناعي عن ايه رأيه في اسطورة مصاصين الدماء، اللي هو انت كذكاء اصطناعي تفتكر الكائنات ديت مجرد اسطورة ولا هم حقيقيين وعايشين معانا؟ المفاجأة الصادمة ان هو رد عليا وقال لي هي كائنات حقيقية وموجودة وعايشة وسطينا، وان هم كانوا موجودين في العصور القديمة وما زالوا موجودين لحد دلوقتي. وكمان بدأ يحكي لي عن قصة نشأة أول مصاص دماء في التاريخ، اللي هو اتعمل ازاي. لما جيت أقرأ القصة لقيتها مشابهة جدا للشخصية الخيالية اللي كانت باسم كاترينا بتروفا اللي ظهرت في مسلسل The Vampire Diaries. دايما كنت أسمع ان المسلسل ده أصلا متاخد من قصة حقيقية أو based on true story، بس ما كنتش بصدق الكلام ده، اللي هو ازاي عايز تقنعني المسلسل ده قصة حقيقية. بس لما لقيت الذكاء الاصطناعي ابتدى يحكي لي قصة نشأة أول مصاص دماء اللي هي شخصيتها قريبة جدا من شخصية الخيالية كاترينا بتروفا، ابتدى أصدق ان ممكن الفيلم ده او المسلسل ده متاخد من قصة حقيقية، وهي قصة إليزابيث باسوري اللي حصلت في القرن ال16. بيقولك ان إليزابيث كانت واحدة من افراد العيلة المالكة في لندن، تمام، وهي اتولدت عادي خالص، بنت عادية خالص، وكانت بنت جميلة جدا ومثقفة وذكية، والناس كانت بتحبها او بتحب العيلة بتاعتها. ولكن ده كان الشخصية الخارجية اللي العيلة ديت عملتها وسط الناس، اللي هو احنا كعيلة من احدى افراد العيلة المالكة، فاحنا احنا بنبين للناس ان احنا ناس طيبة جدا، ناس محترمة، ناس ذكية، الكلام ده كله. ولكن في الحقيقة بقى اللي كان بيحصل في القصر عكس كده تماما. العيلة دي كانت اخلاقها بايظة جدا، يعني كانوا بيتعاملوا مع الخدم بتاع القصر بتاعهم اسوأ معاملة عبيد، دايما شايفين نفسهم ان هم من طبقة عالية جدا، وبصوا يعني في كمية الكبرياء كده. واكتر واحدة بقى فيهم كانت هي إليزابيث دي كانت يعني بتتلذذ كده في تعذيب الخدم بتاعها. لما البنات اللي بيخدموها تصحى كده من النوم، انا ناوية كده اعذبهم ازاي النهاردة، اعمل فيهم كده بالظبط، بتتلذذ وبتخترع طرق في التعذيب. لحد ما في يوم كده من الايام لا قبل ما نقول القصة دي، إليزابيث من الشخصيات اللي هو هي كانت جميلة جدا، تمام، ومغرورة جدا بجمالها ده. يعني هي عارفة ان هي جميلة وهي مغرورة بده، وكل ابناء القرية كانوا بيكرشوا عليها، واحدة جميلة جدا بقى. فكان عندها هوس او جنون من فكرة ان هي ممكن تكبر في السن وان هي تفقد جمالها ده. فكانت بتقعد بقى تستخدم مستحضرات التجميل في الوقت ده في القرن 16 بقى، وتجيب تركيبات طبيعية وتحط ده على ده، عايزة تفضل صغيرة وتفضل جميلة طول الوقت. حد بقى نيجي بقى عن الحادثة اللي حصلت دي. احنا قلنا ان هي بتتلذذ في تعذيب الخدم بتوعها. ففي يوم من الايام من كتر ما هي كانت ماسكة بنت خدام عندها عدمها العافية ضرب، فالبنت دي جسمها كله قلب دم، يعني في دم خرج من جسمها من كل حتة من كتر التعذيب. فالدم طرطش كده على وش إليزابيث وعلى ايديها. فإليزابيث بتبص كده على ايديها بعد ما غسلت او استحمت من الدم ده، اكتشفت ان ايديها ناعمة جدا، ووشها بقى ناعم وشكلها بقى احلى وفي نضارة كده في وشها، وادها كده افكت او تأثير كده حلو اوي، ولا اجدعها كريمات عناية بالبشرة. فقلت لك بس هو ده السر، يبقى كده السر في دم البنات الصغيرة، وده اللي هيخليني شابة اطول فترة ممكنة. فبدأت بقى من هنا سلسلة التعذيب، بس مش تعذيب عادي، لا ده تعذيب من اللي هو بيجيب من الاخر. وعملت عندها في القصر اوض مخصوصة علشان تجيب البنات وتصطادهم، وكانت بتعلق البنات دول من رجليهم، يعني تعلقهم متشقلب كده، بتقوم واخده رجلين البنت كده معلقاها من فوق، فالبنت بتبقى راسها ودراعاتها للارض، وتقوم معوراها يعني قطع شرايين ايديها الاتنين، فعلشان البنت تقعد تنزل الدم كده، وهي تقوم كمان بتعورها من رقبتها، بس بحيث ان هي ما تموتش بسرعة، تفضل تنزل في الدم من غير ما تموت او ما تموت ببطء، يعني مش بتذبحها، لا يعني بتعمل حاجة كده بسيطة، وتقوم جاية واقفة تحت البنت دي وتستحمى بالدم اللي نازل عليها.
بنت ورا التانية ورا التالتة، وبقت تنزل القرية تصطاد البنات الصغيرة اللي هم مثلا من سن 15 ل 18 سنة كده، اللي هم ايه في عز جمالهم بقى، وايه تقعد تصطاد البنات ديت وتقول لهم تعالوا معايا القصر ده انا هعمل لكم وهديكوا فلوس وبصوا. وهم بقى ايه، دي بنت بقى دي اليزابيث دي من الاسره المالكه، ويقوموا ايه رايحين معاها تصطادهم وتقوم عامله فيهم كده. فطبعا مع الوقت الخبر ريحته ابتدت تفوح بقى، الناس ابتدت تحس ان في حاجه غريبه، هي الوليه دي بتعمل ايه في بناتنا جوه، وخاصه ان هي كانت بتصطاد البنات الفقراء او اللي هم يعني ايه مش عيلتهم كبيره يعني عشان ما يعملهاش مشاكل يعني. ده غير ان ريحه الدم ابتدت تفوح كده ايه من القصر، ابتدت تطلع من القصر ريحه الجثث، ريحه الضحايا، موضوع بقى غريب جدا. فراح الملك شخصيا بعت الجنود بتوعه لقصر اللي كانت ساكنه فيه اليزابيث عشان يشوفوا القصه على ايه يعني. فلما دخلوا القصر من جوه لقوا وجود 600 جثة بنت بيتراوح عمرهم من 15 لحد 25 سنة. 600 بنت، انتوا متخيلين 600 بنت دول ايه؟ مش مثلا في فترة طويلة، لا في اقل من سنة، اللي هو دي لو كانت سابت كانت خلصت على بنات القرية كلهم. فطبعا الجثث كلها اتشالت، والمفروض واحدة قتلة 600 بنت تفتكروا يعملوا فيها ايه يعني؟ ما عملوش فيها اي حاجه، ان هي واحده من الاسره المالكه يعني ذو مكانه عاليه جدا، فاكتفوا بان هم سجنوها في القصر بتاعها، سجنوها في اوضه من اوض القصر بتاعها، وقفلوا كل الشبابيك وكل البيبان، وسابوا لها بس ايه حته صغيره كده ايه من تحت البيت بيدخلوا لها اكل منه، وسابوها ايه محبوسه جوه. اللي هو بجد يعني ده اللي انتوا عملتوه؟ اصل احنا ما نقدرش نعمل لها حاجه، دي كبيره جدا، دي من الاسره المالكه، دي تودينا في داهيه. وبالفعل اتحبست بالطريقة دي. ولكن ما يعديش كام اسبوعين 3 كده ايه ونكتشف ان اليزابيث اختفت من الاوضة بتاعتها، مش موجودة. يقلبوا عليها القصر مش موجودة، الله دي هربت ازاي؟ احنا قافلين كل حاجة. طبعا الملك لما عرف بخبر هروب اليزابيث قال اوعوا الخبر ده يخرج لعامة الشعب، عامة الشعب لو عرفوا هيقلبوا عليا وهيعملوا انقلاب، هيشيلوني كده ايه من الحكم، هيعملوا فيها السليمه. مفيهاش خبر زي ده يطلع، ده غير ان الناس هتخاف، دي سفاحه، ده قاتل متسلسل، ده بص بقى دي هربت، يعني نخاف على بلدنا، نحوط كده ايه على بلدنا. ولكن مفيش يعني تقول كده ايه 2 3 والناس عرفت بخبر هروب اليزابيث. ليه بقى؟ لان سلسله اختفاء البنات الصغيره بدأت من اول وجديد. يعني هم لما كانوا حابسينها في القصر ما كانش فيه البنات، كانت خلاص يعني هم كانوا الاول لما اليزابيث كانت مش محبوسه كان كل شويه في بنت عماله تختفي. لما اليزابيث اتحبست الموضوع رجع طبيعي تاني، لقوا ان البنات الصغيره رجعت تختفي تاني، فمن هنا عرفوا ان اليزابيث هربت. الملك يقلب عليها الدنيا، الناس يقلبوا عليها الدنيا، عايزين يوصلوا، عايزين يجيبوها، مش عارفين يجيبوها، والبنات الصغيره عمالين يختفوا. بقت كل العيله بيحاوطوا كده ايه على بناتهم اللي هم بيقفلوا عليهم البيوت. البنت ممنوع تماما ان هي تخرج من بيتها، اللي هو خلاص الناس بقت خايفه جدا، في رعب وفي فزع وفي هلع بيحصل وسط الناس، مش عارفين يقبضوا على اليزابيث دي. طيب تعالوا بقى نرجع لشخصيه اليزابيث نفسها. هي هربت من القصر ازاي؟ كانت من احدى الحراس اللي بيتناوبوا على غرفة اليزابيث بان هم يدوها الاكل وكده. فهي طبعا احنا قلنا ان هي كانت جميلة جدا، فحاولت ان هي تغوي احدى الحراس، اللي هو ده انا غلبانة، ده انا مسكينة، ده مش انا اللي كنت بعمل كده، ده حد تاني اللي كان بيعمل كده ولبسها فيا. وقعدت ايه تغويه بجمالها وتقنعه بان هو لو هربها من الاوضة ديت هتعمل معاه حاجات مش كويسة. فهو لما صدق وراح هربها من الأوضة، لكن بمجرد ما هربت طبعا ايه خلصت عليه، ورجعت تمارس الأنشطة بتاعتها بان هي تخطف البنات الصغيرة عشان تستحمى بالدم بتاعهم علشان تفضل صغيرة وجميلة. اليزابيث بقى ايه زي ما تقولوا كده ايه ما بقاش فيه متبقي بنات في المنطقة بتاعتها، هتجيب بنات منين تاني يعني. فابتدت ان هي تتوسع، المجال بتاعها يتوسع، وسابت البلد بتاعتها وابتدت تنتشر بقى ايه في المدن الأوروبية حواليها، وتروح تخطف البنات وايه تمارس الأنشطة بتاعتهم، محدش عارف يمسكها لحد بعد 10 سنين كاملين. انتوا متخيلين 10 سنين ومحدش عارف يمسك الشخصية دي؟ بعد 10 سنين اليزابيث ابتدت تلاحظ بان هي بتكبر في السن، وان حوار مفعول الدم ده اللي بتستحمى بيه
هو اي نعم بيدي بشرتها نضارة وبيأخر من الشيخوخة، بس في النهاية بتكبر بمعدل أبطأ، بس بتكبر، ودي مشكلة، دي أزمة بالنسبة لها. طب أنا أعمل إيه؟ أنا لازم أحل الموضوع ده. فساعتها سمعت بوجود ساحرة من السحرة اللي هم التقال قوي، ساحرة ايه بتجيب من الاخر، فحاولت ان هي تتواصل معاها، وبالفعل وصلت للساحرة ديت وطلبت منها بان هي تساعدها في ان هي تفضل صغيرة وتفضل شابة طول العمر للابد وما تموتش، او يعني بمعنى اصح ان هي ما تكبرش في السن خالص، ما تعجزش يعني. فساعتها الساحرة ديت عملت بعض التعاويذ واستخدمت نوع من السحر الأسود اللي هو أسوأ أنواع السحر الأسود، في إن هي تحول إليزابيث إلى وحش ما بيكبرش في السن، ما بيجيش عليه الشيخوخة خالص، يعني ما بيعجزش تماما. ده غير ان هي خلتها تكتسب بعض القدرات، ان هي تبقى قوية بدنيا وتبقى سريعة عشان تعرف ان هي تصطاد ضحاياها. قالت لها بس على شرط، علشان تفضلي صغيرة في السن وما تموتيش، انت لازم تبدأي بانك تشربي الدم، مش انك تستحمي بيه، لا لازم الدم ده يدخل جوه جسمك. وبالفعل الساحرة عملت التعويذة بتاعتها. فمن ساعتها إليزابيث بدأت بقى في المسيرة بتاعتها، بدل ما كانت بتخطف البنات تقتلهم تستحمى بدمهم، ابتدت ان هي تخطفهم وتتغذى عليهم، تسحب كل دمهم. ولكن طبعا الساحرة قالت لها زي اي سحر اسود بيبقى ليه العواقب بتاعته، والعواقب بتاعتك او السايد افكتس او الاثار الجانبية، وهو انك ما تقدريش تطلعي في الشمس، جلدك هيبقى حساس جدا من الشمس، لو ظهرتي في الشمس او في النهار ممكن تتحرقي او تموتي، فلازم انك تبقي متخفية في النهار وتظهري بس بالليل. وافتكري انك لو عدى يومين من غير ما تتغذي على الدم طبعا هتموتي. فساعتها إليزابيث اخدت القواعد ديت بحفاظها، ابتدت ان هي تمارس الانشطة بتاعتها بقى بان هي تطلع بالليل وبس، وتخطف البنات الصغيرة تتغذى عليهم. بس مع الوقت اكتشفت ان هي مش محتاجة بنات صغيرة بس، هي محتاجة اي حد، هي محتاجة دم في العموم. فبدأت بقى ان هي تخطف بنات صغيرة، رجالة، ستات، اطفال، اللي يجي قدامها وتتغذى عليه. وطبعا الاسطورة بتاعتها او الكلام بتاعها انتشر وسط كل القرى في الوقت ده وكل البلدان الاوروبية، وبدأت اسطورة إليزابيث مصاصة الدماء، والناس كلها بقت تخاف منها، والناس اصلا بدأت تخاف تنزل من بيوتها بالليل. الاول كانوا بيخافوا على البنات، بعد كده بقى يخافوا ينزلوا عموما. يعني يعدي 10 في 20 في 30 سنة لحد بعد 50 سنة السحرة اللي هم بقية عالم السحرة الساحرات يعني سئموا او اتخنقوا من وجود شخصية إليزابيث دي. احنا هنتخلص من سفاحة زي دي ازاي؟ وكمان اتضايقوا من الساحرة اللي ساعدتها او اللي عملت او ولدت وحش بالشكل ده. فبدأوا يتحدوا ساحرات كتير او اتحدوا مع بعض بان هم لازم يعملوا تعويذة مضادة يتخلصوا من إليزابيث دي. وبالفعل جابوا بني ادم طبيعي خالص وعملوا عليه تعويذات معينة بحيث ان هم حولوا البني ادم ده بان هو يبقى قوي جدا، يقدر ان هو يقدر على إليزابيث بقوته. ده غير ان هم ربطوه بإليزابيث عن طريق سحر الدم، اللي هم اخدوا بقايا من الدم بتاعها، اللي كانوا مثلا لما كانوا بيلاقوا الضحايا من ضحايا إليزابيث بيلاقوا بعض قطرات الدم من إليزابيث وقع على الضحايا دي، فاخدوا الدم بتاعها وربطوه بالشخص ده. وسحر الدم يعتبر من اقوى انواع السحر عموما، بان هو كده يقدر ان هو يلاقيها حتى لو كانت تحت الارض هيعرف يجيبها، ان هم مربوطين بقوة الدم. وبدأوا ان هم يطلقوا الشخص ده اللي هو اسمى بإليزابيث هانتر او صياد إليزابيث، من انت مهمتك انك تقبض على إليزابيث وتخلصنا من الشر بتاعها. فإليزابيث لما عرفت بحاجة زي كده طبعا الصياد ده حاول ان هو يمسكها مرة 2 و3، كل مرة كانت بتنجح انها تهرب منه بأعجوبة، لحد ما وصلت للساحرة القديمة بتاعتها اللي هي حولتها للكائن ده من 50 سنة. طبعا الساحرة كانت على مشارف الموت خلاص، هي بتودع 50 سنة، كانت عجزت تخات في 90 سنة فكانت بتموت. فلما إليزابيث صحت لقيت لها اعمل ايه؟ الحقيني. ساعتها الساحرة دي قالت لها مفيش في ايدي حاجة، ده ربطوه بسحر الدم، دي حاجة ما نقدرش نكسرها، فانت كده مصيرك انتهى. الشخص ده
الصياد ده هيلاقيكي كده كده، هيجيبك حتى لو استخبيتي تحت الارض. تلاقيها طب ايه الحل؟ مفيش حل. تلاقيها مفيش حل غير ان انا اقدر اساعدك، ولكن في حياة اخرى، اللي هو عملت لها زي تعويذة بحيث ان مع كل قرن يتولد بنت نفس شكل إليزابيث بالظبط. والبنت دي لما توصل لسن معين ساعتها روح إليزابيث هتقدر ان هي ترجع وتعيش داخل البنت دي اللي هي شبيهة ليها. ومع كل قرن في بنت هتتولد بالمواصفات دي، إليزابيث روح هتقدر ترجع تعيش مع داخل البنت دي وتمارس حياتها عادي خالص لحد ما البنت تموت، وبعد قرن تاني او جيل تاني يتولد وهكذا. ولكن الساحرة قالت لها لما يعيد ميلادك من جديد في قرن اخر حاولي انك ما تلفتيش الانظار ليكي، يعني مارسي هواياتك المفضلة في انك تصطادي الناس وتشربي دمهم، بس من غير ما تعملي بروباجندا عشان مش هقدر اساعدك تاني. وبالفعل الساحرة عملت التعويذة دي، والصياد قدر ان هو يصطاد إليزابيث وقتلها. ولكن مع كل قرن يقال على حسب الأسطورة او على حسب القصة ان مع كل قرن بيتولد بنت نفس شكل إليزابيث بالظبط، اللي تعتبر قرينة ليها. وما بتوصل سن معين روح إليزابيث بتنتقل ليها وتمارس حياتها عادي، بان هي تصطاد الناس وتتغذى على الدم بتاعهم، ولكن من غير ما تعمل شوشرة زي ما كانت عاملة شوشرة في حياتها القديمة. وبدأت فيه ان هي كل قرن تمارس وهكذا. كتير قوي على مدار القرون بيقولوا ان هما بالفعل كانوا بيشوفوا شبيهة إليزابيث دي، اللي هو نفس شكلها بالظبط، نفس الملامح، نفس المواصفات، نفس كل حاجة، فكانوا بيأكدوا على كلام الأسطورة دي. حاول انك تدور على صور إليزابيث على النت وتشوف شكلها بالظبط كان عامل ازاي، عشان لو صادف وشفت بنت نفس المواصفات ونفس الشكل انصحك انك تبعد عنها. وبس كده، دي كانت قصة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصة سواء من تأليفه او قصة قراءة في حتة او قصة خيالية وعايز نحكيها على اليوتيوب ابعتها لي على الانستجرام. متنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس على اليوتيوب عشان منزل قصة جديدة توصل لكم. وسؤال في اخر الحلقة، انت ايه رأيك يا برو؟ تفتكر هل مصاصين الدماء موجودين حوالينا بالفعل ولا مجرد اسطورة مش اكتر؟ ده كله كلام فارغ، انت ايه رأيك؟